تعالوا هنعمل مع بعض وصفة اندومي جديدة شفتها على التيك توك، وانتوا عارفين ان انا بحب الاندومي جدا وبحب اخترع في الوصفات بتاعته. فيلا نعملها مع بعض. جبت طاسة وحطيتها على النار وحطيت شوية زيت سخنتهم، وبعد كده نزلت بمعلقة صلصة وهقلب الصلصة دي في الزيت كده عشان تتحمر. بعد ما الصلصة اتحمرت شوية حطيت شوية صويا صوص، والصويا صوص بيبقى فيها ملح فممكن ما تضيفيش ملح حسب رغبتك يعني. قلبت بقى الصويا صوص والصلصة مع بعض. بعد ما قلبتهم كويس جدا هنزل عليهم بشوية توم باودر وبصل باودر، وهقلبهم مع بعض كويس عشان يتحمروا كده مع الصلصة. بعد كده هنزل بالمية عشان هسوي فيها الاندومي. وجبت الاندومي بتاعي وهنزل بيه في الصلصة دي وقلبته شوية كده وهسيبه 5 دقايق كده يستوي. هقلب الاندومي شوية كده عشان يفك من بعض، وسبته بقى علشان يشرب الصوص الجميل ده. وبعد كده هحط ليمونة كاملة. طبعا لما شفت في الوصفة دي ليمون ما ترددتش خالص ان انا اعملها عشان انا بحب الليمون وبحب المزازة بصراحة. اخر حاجة حطيتها هي معلقة جبنة كريمي، وقلبت بقى الجبنة مع الاندومي مع الصلصة الخطيرة دي. زي ما انتم شايفين شكلها بقى جامد جدا. خلاص كده انا خلصتها، هقدمها في طبق بقى عشان ادوقها معاكم ونقيمها مع بعض. هقول لكم بقى طلع طعمها حلو ولا لا. طبعا كانت سخنه جدا وانا كنت خايفه ادوق وهي سخنه، بس دقتها يا جماعه عايزه اقول لكم ان هي جميله جدا. طعم المزازه وطعم الصلصه حلو قوي، وكمان الجبنه كده ادالها دسامه، فبصراحه دي 10 من 10.